السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعينا الكرام في كل مكان. هنعمل مع بعض الزبادي البلدي في البيت بكل سهولة، وهيطلع معانا بقوام ناعم وكريمي زي ما انتم شايفين كده، وبطريقة سهلة وسلسة خالص هنحضره. معايا هنا لتر من الحليب، غليته وسبته لما بقى دافي وصفيته من القشطة. لو انتوا عايزينه بالقشطة ما تصفيهوش. ومعايا المكنة بكوباياتها، ومعايا علبة زبادي الحجم ده. انتي ممكن تستخدمي اي نوع زبادي بتفضليه. هجيب طبق فاضي وافضي فيه علبة الزبادي بتاعتي، والزبادي يكون بدرجة حرارة المكان، ما يكونش ساقع. بعدين هبدأ اضيف اللبن شوية بشوية على الزبادي، وادوب الزبادي في الحليب لغاية ما ينعم معايا خالص ويدوب. مش عايزاه يبقى فيه اي تكتلات خالص في الزبادي بتاعي. وبعدين هاخد كمية الزبادي اضيفها على كمية الحليب كله، وهدوب تاني بمعلقة علشان خاطر يبقى اختلط الزبادي بكمية الحليب كلها بشكل مظبوط. دلوقتي صبيته في الكوبايات بتاعتي، وهاخد الكوبايات احطها في الماكينة، وبعدين هغطيها بالغطا الشفاف، وهظبط المؤشر على 5 ساعات. ان الزبادي يفضل 5 ساعات في المكنة بتاعتي. وبعدين هوصل المكنة بالكهرباء، يعني مش بنوصل تيار الكهرباء غير لما بنعمل كل حاجة ونظبط المؤشر ونغطي المكنة بتاعتنا والكوبايات، بعدين نوصل الكهرباء. بصوا بدأ البخار يطلع على الغطاء الشفاف. وبعد مرور ال5 ساعات هشيل الغطاء الشفاف بسرعة من عليهم، لان المية اللي في الغطا دي لو نزلت على الزبادي هتعمل عفن على وش الزبادي. بعدين هغطي الكوبايات بالأغطية بتاعتها، واخدها احطها في التلاجة لمدة 3 ساعات. وبعد ال3 ساعات نرجع تاني ونشوف قوام الزبادي بتاعنا. طبعا الزبادي اتحط في المكنة على ترابيزة، مش بنحرك المكنة خالص من على الترابيزة مدة ال5 ساعات. وده شكل الزبادي بعد ما عدى عليه 3 ساعات في التلاجة. شايفين قوام ثابت ما شاء الله. الزبادي ناعم وكريمي ما شاء الله. بنقلب الكوبايات مش بيتحرك اصلا من الكوباية، وطعمه جميل جدا. وكفاية ان انتي عاملاه في البيت ومتأكدة من نظافته، وطبعا هيوفر معاكي كتير جدا. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان يكون عجبكم. لو عجبكم استنى تعملوا شير ولايك للفيديو، ودوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.